تعالوا بقى اقول لكم على سر قرمشه البطاطس. هنجيب بقى البطاطس ونكون مقشرينها بقى زي ما انتوا شايفين كده، ونجيب مقشره الشيبسي. مش عندك المقشره دي زي بتاعتي ممكن تستخدمي المقشره العاديه، اهم حاجه تطلعي لي الشيبسي رفيع كده زي ما انت شايفه، اي كميه بقى عايزينها. خلاص بعد ما عملتها شيبسي كده هحطها في ميه بقى قبل ما نحضر الخلطه. انا هنا عامل طعم شطه وليمون. هجيب كوبايه صغيره كده، نصها ليمون ونصها خل زي ما انتم شايفين، ومعلقه صغيره بس مليانه ملح وشطه. اي طعم بقى هنا بتحبيه ممكن تحطيه. وهنزل بميه مغليه من الكتل، هنا لازم الميه تبقى مغليه من الكتل كده زي ما انتوا شايفينها. وهنزل على البطاطس وهنسيبها بقى الكميه اللي انت عايزاها، وهنسيبها لغايه اما تبرد تماما. ليه بقى بنعمل الحركه دي؟ عشان تكون البطاطس خدت الطعم بقى اللي هو الشطه والليمون والخل اللي احنا يعني كل الاطعمه اللي احنا حاطينها تكون شربتها. قبل ما الميه تبرد تكون البطاطس شربت ايه الطعم اللي في الميه. خلاص هنصفيها بقى كده من اي ميه، وهنكون محضرين زيت سخن عادي. هننزل بقى بكمية بسيطة من البطاطس، يعني مش هنحط كده كتير اكننا بنحمر بطاطس، عشان تاخدي القرمشة اللي انت شفتيها في اول الفيديو. لازم حبة صغيرين كده، حبة بحبة. هي مش هتاخد معاكي 5 دقايق، يعني كل طاسة ما بتعديش ال5 دقايق لان هم حبة صغيرين. نطلعهم بقى، تطلعيهم بقى على طبق، على مصفى، على اي حاجة كده كده بيقرمش معاكي. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. اهم حاجة واحنا بنحط في الزيت ما نحطش كتير، هي دي اللي هيطلع معاكي البطاطس مقرمش 100%. حبة صغيرين كده زي ما انت شايفة، وتسيبيهم اقل من 5 دقايق يطلع معاكي بقى البطاطس كده. عايزاها بطعم الكاتشب يبقى حطي في المية كاتشب، عايزاها بطعم الجبنة في عند العطارين بقى اي اطعمة بتحبيها اي طعم حطيه في المية المغلية زي ما انت شايفة كده، وسيبيه لغاية ما يبرد تماما. هتاخدي احلى طعم للشيبسي والقرمشة اللي